المشاهدين والمتابعين، اهلا بكم في الحلقه 84 من الكره مع العمده، والحلقه 16 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. هو ينفع اي حد من حضراتكم يبقى مثلا مدرس لغه عربيه وابنه او بنته يسقطوا فيها؟ طبعا ما ينفعش، دي تبقى فضيحه. احنا كده بقى حالنا في الوسط الرياضي، وخصوصا في بورسعيد لما ربنا رزقنا بالدكتور محمود حسين ممثلنا في مجلس النواب، واللي اصبح رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب. كلنا فرحنا واتفائلنا وقلنا اخيرا هيبقى لنا ظهر وسند، هيبقى لنا واحد يوصل صوت الرياضيين والجماهير لابعد مدى. لكن في الحقيقه، ومع كامل احترامي وتقديري للدكتور محمود حسين، الوسط الرياضي في بورسعيد من سيء لاسوأ. موضوع استاد النادي المصري الجديد واقف، والاشاعات كل يوم عماله تزيد. اللي يقول لك مفيش استاد، واللي يقول لك هيبيعوا الارض ويعملوها ابراج، واللي يقول لك ميزانيه المشروع خلاص راحت علينا. وبدل ما الدكتور محمود حسين يحط حد للكلام ده ويقف قدام اي حد عايز يعرقل المشروع الكبير ده، لقينا حضرته بيطلع بيان بيقول فيما معناه انا ماليش دعوه ونادي بورسعيد هو السبب. طب الحل ايه يا دكتور؟ هتسيب المشروع يضيع بعد لا مؤاخذه ما اتصورت واتفشخرت واتمنظرت؟ انا كجمهور عايز الاستاد، والناس كلها قعدت تشكر في حضرتك ليل ونهار على مجهوداتك العظيمه في المشروع ده. طب هو فين بقى المشروع؟ فين الاستاد؟ فين المجهودات دي على ارض الواقع؟ هو ينفع نشكر حد على حاجه هو ما عملهاش؟ المفروض لو في مشاكل وعراقيل كانت تتحل من الاول. ما هي اطراف الموضوع دي كلها قعدت مع بعض 100,000 مره. يبقى مش معقول يا دكتور بعد كل ده موضوع يبقى فيه حضرتك وسياده وزير الشباب والرياضه وسياده محافظ بورسعيد ويبقى واقف بالطريقه دي. يا ريت يا دكتور بعد اذن حضرتك تنزل لنا بيان تجيب لنا فيه من الاخر، وتقول لنا في استاد ولا مفيش. بالنسبه يا دكتور لباقي انديه بورسعيد زي المريخ ورمسيس والعمال، تسمع يا دكتور عن الانديه دي؟ انا ما رضيتش اقول لك بور فؤاد والرباط والجمارك عشان عارف الرد، هتقول لي دول تبع هيئات وشركات. ما رضيتش اقول لك نادي بورسعيد عشان نادي بورسعيد معاه سياده النائب حسن عمار. عشان كده جبت لك انديه غلبانه على قد حالها، انديه فعلا تستحق الدعم والمساعده. يا ريت يا دكتور بعد اذن حضرتك نظره لانديه بورسعيد شويه، نظره لانديه بلدك، شوفها محتاجه ايه واعمله لها في حدود القانون طبعا. محدش بيقول لك خالف القانون او اعمل لنا حاجه غلط. احنا عايزين طفره رياضيه في بورسعيد، عايزين ننهض بانديه بورسعيد، عايزين نطور الملاعب والمنشآت، عايزين نعمل كل حاجه حلوه في عهدك. واظن حضرتك كنت حاضر نهائي كاس العالم في قطر، واكيد شفت الرياضه بقت عامله ازاي هناك. يا ريت بقى يا دكتور تنقل لنا اللي شفته هناك في قطر وتطبقه لنا هنا في بورسعيد، عشان بلدك تدخل التاريخ ويفضل التاريخ دايما فاكرك يا دكتور بكل خير. وفي ختام حلقتنا احب اشكر كل المشاهدين والمتابعين، واتمنى ان الماده اللي بنقدمها تنال اعجابهم. الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.